السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة بسبوسة مرملة زي ما انتوا شايفين كده، وجميلة واحسن من بتاعة المحلات مليون مرة. هنجيب اي حاجة تكون ما بتلزقش، نحطها على نار هادية قوي قوي قوي. هننزل فيها بنص كوباية سكر وعليهم ربع كوباية مية، ونقلب فيهم لحد ما السكر يتكرمل ويبقى لونه ذهبي، منسيبهوش يغمق عشان ما يمررش. بعد كده هننزل عليه بكوباية الا ربع لبن، واحدة واحدة، وما تقلقوش هتلاقوه اتكتل كده، بس هنفضل نقلب فيه كويس لحد ما يفك خالص. اهم حاجة يكون لون الكراميل ذهبي غامق شوية، عشان هو ده اللي هيتحكم في لون البسبوسة. وبعدين نقلب فيهم شوية، ننزل عليهم بمعلقتين كبار مليانين عسل نحل، وبعدين نص كوباية سمنة بلدي، ونقلبهم كويس ونرفعهم من على النار. نجيب بقى المكونات الجافة معانا في بولة، هنحط فيها كوبايتين سميد سادة، مش اللي هو الجاهز اللي في المحلات، لا سادة من عند العطار يكون خشن. ونحط عليهم معلقة دقيق كبيرة، ونص معلقة بيكنج باودر، ورشة ملح خفيفة. وبعدين ننزل بالمكونات السائلة اللي احنا عملناها، وما نقلبش، يعني ما نعجنش كتير. دقيق البسبوسة يا جماعة ما بيحبش العجن الكتير، يا دوب نقلب بالراحة لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعض. هندهن الصينية بقى بايه؟ انا بحط معلقة طحينة ومعلقة سمنة بلدي، واقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين، طحينة خام، وادهن بيها الصينية. حرفيا بيبقى الطحينة مع السمنة بيخلوا طعم البسبوسة حلو جدا جدا جدا، بيدوها طعم نكهة مختلف، ولما تجربوها هتعرفوا انا قصدي ايه. وننزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه. العجينة بتاعة البسبوسة زي ما انتوا شايفين لازم نسويها بالشكل ده كويس، ما تكونش مفرغة، ما تكونش مشققة، تكون ناعمة وماسكة في بعضها زي ما انتوا شايفين. ونسوي الأحراف علشان ما تتحروقش، بالراحة، ما نضغطش عليها قوي برضو عشان ما تبقاش ناشفة ومكتومة من جوه. والصينية اللي انا استخدمتها مقاس 26. هنا بقى هنعمل الشربات بتاع البسبوسة. كوباية ونص سكر، عليهم كوباية ونص مية وشريحة ليمون. اول ما يغلوا هننزل بمعلقة سمنة بلدي، ونوطي عليهم النار خالص. وهنا البسبوسة بتتسقي وهي سخنة، وهي طالعة من الفرن سخنة، والشربات يكون سخن. وهنا كنت انا مشغلة النار على الفرن على درجة حرارة 200، سبتها استوت من تحت لحد ما الأحراف في الجناب احمرت. بعد كده قفلت وشغلت الشعلة من فوق لحد ما توصلوا لدرجة اللون اللي انتوا حابينها. شايفين قد ايه هي مرملة؟ بعد ما بنسقيها بنغطيها ونسيبها تبرد تماما، وتتشرب الشربات كويس قوي.